اول حاجه بنحب نرحب بالاستاذ حسام. الاستاذ حسام هو نائب مدير البنك الدولي، وهو حابب يرحب بيكم شخصيا. شكرا. مساء الخير. انا اسمي حسام ابو الدقه. صار لي تقريبا في مصر 10 ايام كده، فدي اول ايفنت لينا غير برا. انا سعيد، وطبعا عايز بس ابدا بكلمتين كده انه ارحب فيكم واكد على انه دور الشباب في مصر يعني حسب ما بتوقع كان دور محوري في الفتره السابقه، وحيكون دور محوري في المستقبل. ودور الشباب حيكون يعني مهم في بناء مصر جديده، مصر حديثه، وطبعا ده جزء من الامل البنك عنده. الحاجه الثانيه اللي عايز اركز عليها انه الواحد بيكون سعيد لما يشوف جزء من شباب ومجتمع مدني غير اطار الشغل بتاعنا مع الوزارات والحكومه. فالبنك عاده يعني الجهه الرسميه اللي بنشتغل معها بشكل عام في كل البلاد بتكون الحكومه، بس في اخر تقريبا 15 سنه صار في توجه عند البنك، وبدينا لاول مره انه نعمل شراكات مع المجتمع المدني في بلدان اكثر، يمكن في شراكات اعمق من كده. صندوق ابتكار الشباب يعني حسب ما عرفت من رائد وتامر انه يعني صندوق رائد بدايته مهمه، وبركز على انه يعطي للشباب فرص للابتكار والتحديث. بهمنا جدا انه نتعاون مع الشباب عندهم حب تحسين البلد وعندهم حب التطور. واللي بحب بس اركز عليه انه احنا حابين نزيد من التعاون ونشوف ازاي يصير في تعاون، مش بس على موضوع الشباب، بس على موضوع انه يصير في نوع من التباحث مع كل القطاعات والناس المعنيين في تنمية مصر ونقلة مصر في المستقبل. فالتصرفات المالية والقرض كيف تصرف الأموال بتاعة القرض، هناك جدول زمني مفصل، وما بتقدرش الجهة المنفذة دايما بتكون جهة حكومية. البنك الدولي ما بيتعاملش مع أفراد ولا مؤسسات ما بيقرضوش مهما كانت ضخامتها. البنك الدولي بيتعامل مع حكومات بس، فالعميل بتاعي هو الحكومة. ده بالنسبة للاي بي ار دي الاي اف سي بيقرض القطاع الخاص. بيقرض القطاع الخاص ليه؟ ما ممكن نقول يعني بيقرض القطاع الخاص ليه؟ ما هو البنوك التجاريه موجوده. بيقرض القطاع الخاص علشان يشجعه انه يلعب دور اكبر في الاستثمار، ويدعم المشروعات القوميه الكبرى اللي هي ممكن تتيح فرص للعمل وتدعم الاقتصاد القومي. ده في عجاله سريعه يعني، لكن هو بيقرض بنفس شروط البنوك المحليه، يعني نفس سعر الفايده بيقرض. انا اختصرت جدا والله. ليه؟ ازاي بقى احنا بنتعاون مع المجتمع المدني؟ انا كده اديت لحضراتكم في عجاله سريعه جدا البنك بيشتغل ازاي. لو حبيتوا بعد كده نستزيد من اي حاجه او في اي اسئله انا تحت امركم. البنك بيتعامل مع المجتمع الاهلي في اي صوره من صور الناشطين، يعني مع الاكاديميين، مع الصحفيين، مع الاعلاميين، مع المجتمع مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الاهليه، مع حتى النشطاء، مع المجموعات من الشباب. وده بانه بيتواصل معاهم باستمرار وبيدعوهم للتشاور لما بيكون بصدد يعني النظر في سياسة جديدة أو في مشروع جديد أو في شيء هيبتدي يشتغل فيه، أو في موضوع يهم يعني المجتمع الأهلي. أو أي حاجة تخص القطاعات التنموية المختلفة لازم هتكون بتهم المجتمع الأهلي وهيكون يحب يقول رأيه فيها، وخصوصا بعد ما يعني دلوقتي بقينا كلنا بنبص على الإنترنت وعارفين كل ده. في كمان دعم مادي مش في صورة قروض، ولكن هناك صفحة للمجتمع المدني في الجمعيات الأهلية اللي هي راغبة في الحصول على تمويل بعض المشروعات بتاعتها، وفي مسابقات سنوية دورية
برضو بتوفر اموال للي عنده افكار يحب ينفذها. انا هختصر دي الصفحه اللي انا عاوزه اقول لحضراتكم عليها، من صفحه المجتمع الاهلي، عليها كل انشطه المجتمع المدني بتاعت البنك الدولي وعلاقاته حول العالم، وكمان ايه فرص التمويل وفرص التعاون مع البنك، وبشجع حضراتكم ان انتم تزوروها. 2010 البنك يوليو 2010 اتاح جميع قواعد البيانات بتاعته مجانا للجمهور على موقعه ومترجمه باللغه العربيه. فلو حضراتكم قمتم بزياره موقع البنك سواء بالانجليزي او بالعربي كنتم محتاجين تعرفوا اي حاجه مش بس عن البنك او عن الانشطه التنمويه العالميه، لكن حاجه تخص مصر، كل الداتا اللي يعني متعلقه بجميع اوجه التنميه ومجالاتها المختلفه في مصر هتلاقوها. نستخدم كلمه يمكن يعني مثلا بنستخدم قبليها هل يمكن اعمل كذا، هل يمكن اعمل كذا او لا يمكن، بس عمري ما بقول انا يمكن اعمل كذا كذا كذا. دي الفكره، ان يمكن هي وسيله ان احنا نشجع الابتكار دوت اللي هو بقى خلاص بقى عصب الاقتصاد في اي بلد، الابتكار والمعرفه. زمان كان بدات الاقتصاد بالزراعه، وبعد كده دخلنا في الثوره الصناعيه، واكيد يعني كلكم عارفين القصه دي. دلوقتي هو دوت عصر المعرفه، زي ما ابن هاب كان دايما بيقول لنا knowledge is power، وفعلا مش بس باور من ناحيه المعرفه الانسانيه، بس باور برضه من ناحيه القوه الاقتصاديه. دلوقتي شايفين معظم القوى الاقتصاديه بتصرف الجي دي بي مثلا بتاع مصر اللي بيصرف على البحث والتطوير ماكسيموم 0.4%، بينما اسرائيل هي اكبر بلد تصرف على الجي دي بي باكثر من 5%، تصرف على البحث والتطوير اللي هو كل بقى الابتكارات والبحث العلمي وهكذا باكثر من 5%. فصح يا دكتور عمرو، عشان هو صح يا دكتور عمرو من الناس الممثلين عن وزاره البحث العلمي وكليات البحث العلمي كبار الناس اللي ماسكين كل العقول المصريه. فالفكره جت كده. الفكره باختصار شديد انه لما نقول ابتكار دايما بنفتكر راس الهرم، التكنولوجيا، الكمبيوتر، مايكروسوفت، سمارت فيليج، الاستثمارات الخارجيه، بس دايما بننسى قاع الهرم. قاع الهرم اللي هو فيه فعلا احتياج، وزي ما المثل بيقول الحاجه ام الاختراع. يعني لما نبتدي نخش في البرزنتيشن كمان هنفهم فعلا ان فعلا الحاجه ام الاختراع. الناس اللي احنا لهم في منشيه ناصر، وبالمناسبه ديت سعيد واسماعيل الشباب من منشيه ناصر اللي ساعدونا، يعني لولاكم فعلا ما كناش نعرف نوصل اللي احنا وصلنا له. احنا عايزين متطوعين ينفذوا مشروع شراكه مع البنك الدولي والجمعيات الاهليه. تقدم ناس كتيره جدا من الشباب للجامعات، حوالي 120 متطوع او 120 شاب حبوا ابدوا اهتمامهم بالمشروع. اتعمل زي بص على الابلكيشنز دي ووصلوا لغايه 50 شاب مواصفاتهم تنطبق على الفكره بتاعت المشروع. ال 50 شاب اتعمل لهم مقابلات، والمقابلات دي تمت في جمعيه مساحه. صفوا على 20 شاب هم الملتزمين وحابين يكملوا في المشروع. بعد كده الشباب كانوا جايين من مختلف الخلفيات، فكان لازم نعمل لهم تدريب. التدريب ده كان شقين، الشق الاول على الماركت سيرفيز اللي هي بيانات الاستقصاء الرأي اللي هينزلوا يتكلموا فيها مع ورش العمل، عشان نقدر من خلالها نفلتر الورش ونشوف انهي ورش اللي تقدر تستفيد من مشروع البنك الدولي ده. كمان كنا حبينا نعمل تريننج للكوميونيكيشن او سوفت سكيلز او على المهارات الشخصيه، علشان الشباب نازله منطقه هتتعامل مع الورش وهتتعامل مع ناس بتشتغل على حرف معينه، فكان لازم يبقى في طريقه كلنا نتجمع عليها ازاي هنتواصل بالمجتمع، لان مش كلنا نزلنا في فيزيتس ومش كلنا نزلنا مع المجتمع. ميتنج سبيس، ليرنينج سبيس، لان بيبقى في دايما ورك شوبس وفي ناس موجوده في المكان بيخبطوا فيهم، وكمان كو وركينج سبيس ونتوركينج. الفكره طلعت مكانها وراها من امتى؟ ليها جذور من قبل الثوره، بس بعد الثوره كان في ملاحظه ان كان في مومنتم ضخمه وناس كتير عندها افكار وناس كتير عندها مبادرات.
بس كان التشالنج في البدايه ان هي بتقعد مش لاقيه اماكن سوتبل ان هي تقعد فيها. كانت الكافيز قبل ما تتزاحم كانت مكان، بس بعد ما ابتدت العجله ترجع زي ما كانت بقت الكافيز مكان مش مناسب. الحاجه الثانيه بيقعدوا ترابيزتين جنب بعض ويتكلموا في افكار يمكن نفس الافكار وما بيكلموش بعض. الحاجه الثالثه ان دايما كانوا بيبداوا من الصفر، ما يعرفوش مين عمل ايه قبليهم او مين عمل ده، مين عمل ايه في نفس المجال. من هنا جت فكره الهب او مساحه والدور اللي بتلعبه. محمد عبد الحميد حسن، نور علي، نانسي ناجي سليم، محمد احمد عاشور، يوسف محمد عبد الحميد، محمد حسين عبد الدايم، فاطمة خالد متولي، عبد الرحمن خطيب، دينا حسن حسن،